السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة عالم أم فراس. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. فضلا وليس أمرا، نرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الاشتراك إذا كنتي أول مرة كتشوف القناة ديالي. وما تنسوش كذلك تدعمونا بلي لايك ديالكم وبلي كومنتير، حيت هما اللي كيزيدوا يشجعوني نزيد نعطي المزيد والمزيد من الفيديوهات في الوقت المناسب. اليوم ان شاء الله غنتطرقوا لواحد الموضوع حول لقاح كوفيد 19 وحقيقة شراء المغرب للقاح الصيني ب 27 درهم للجرعة. في الحقيقة نفت وزارة الصحة اليوم الخميس خبرا زائفا بشأن شراء المغرب اللقاح الصيني المضاد لكوفيد 19 ب 27 درهم. وأوضحت الوزارة في بلاغ ردا على ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري بشأن خبر مفاده أن المغرب سيشتري اللقاح الصيني ب 27 درهم للجرعة، وأن سعر البيع للمواطنين لم يتحدد بعد، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن هو أمر لا أساس له من الصحة ويدخل في إطار الأخبار الزائفة. وشددت الوزارة حسب المصدر ذاته على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص نشر مثل هذه الأخبار الزائفة والمعطيات الغير الصحيحة. هذا كل ما يوجد في هذا الفيديو. نلتقي في فيديو آخر وفي معلومة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.